السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في الفيديو بتاع النهاردة جايب لكم أفضل محاكي تقدر تستخدمه على الكمبيوتر من غير أي مشاكل. طريقة استخدام المحاكي سهلة جدا، والمحاكي فيه مميزات كتير حلوة. بس قبل ما نبدأ الشرح، لو أنت لسه ما اشتركتش في القناة انزل دلوقتي اشترك في القناة وفعل الجرس ودوس على لايك عشان يوصلك إشعار أول ما ننزل فيديو جديد. يلا بينا نروح على الشرح. أول حاجة هنبدأ بيها في شرح النهاردة هو طريقة تحميل التطبيق. هنفتح متصفح جوجل كروم ونكتب مومو بلاير اهو، نبحث ونروح على أول واحدة وهنحمل التطبيق. طبعا عشان أنا محمل التطبيق قبل كده فمش هينفع إن أنا أحمله تاني، فدوس إلغاء الأمر. بعد ما نحمل التطبيق بيظهر معانا بالشكل ده، نضغط عليه نستنى لحد ما يفتح وهنختار تاني واحدة. هنا بتحدد المكان اللي هينزل فيه البرامج والألعاب اللي أنت هتحملها من على التطبيق. المكان اللي أنت تختاره تنزل فيه، مثلا أنا هختار هنا دي، هاجي دايس انستول. بعد كده بنسجل حساب في المتجر. لو انت مش عامل حساب على جوجل تقدر انك تعمل حساب جديد من هنا. انا عشان اعمل حساب هكتب هنا الايميل. بعد ما بنسجل بحساب الجيميل بيبدأ يفتح معانا المحاكي بالشكل ده. لو رحنا هنا على السيستم هتلاقي تطبيق بلاي ستور، ولو دخلت عليه هيشتغل معاكم زي ما انتم شايفين من غير اي مشاكل. تقدر انك تحمل اي حاجة من عليه زيه زي الاندرويد عادي. طيب ايه بقى المميزات اللي موجودة في المحاكي؟ اول ميزة موجودة معانا في المحاكي النهاردة هي تسجيل شاشة. تقدر انك تسجل شاشة المحاكي. هنا بتختار المكان اللي هينزل فيه الفيديو. انا مثلا هنزله مثلا على الداونلود هنا اهو، داس على ستارت ريكورد. زي ما انتم شايفين كده بيبدأ يصور معايا شاشة المحاكي. زي ما انتم شايفين اهو. طيب لو انا دلوقتي عايز اوقف تسجيل اعمل ايه؟ اروح على علامة الفيديو اللي موجودة فوق دي واجي داس. لو انت عايز توقف الفيديو شوية تيجي داس هنا دي، تقدر انك تشغله تاني. لو انت عايز توقف الفيديو خالص وتحفظ في المكان اللي انت اخترته دوس على علامة حمراء. نروح على مكان الفيديو. زي ما انتم شايفين الفيديو شغال معانا اهو. الميزة التانية اللي موجودة معانا في المحاكي إنك لو عندك إدرعة وعاوز توصلها على المحاكي عشان تقدر تلعب، لو دوست هنا تي ووصلت الدراعات هتبدأ إنك تعرف الدراعات وتشغلها عادي على المحاكي من غير أي مشاكل. الميزة اللي موجودة معانا رقم 3 في المحاكي هي إنك تقدر تعمل فول سكرين للمحاكي وتقدر تخليه بحجم الشاشة كلها. طيب لو أنا عايز أرجع بتدوس على F11 زي ما انتم شايفين. الميزة رقم 4 إنك تقدر تتحكم في الصوت بتاع المحاكي براحتك. الميزة رقم 5 في المحاكي إنك لو عندك تطبيق APK لو موجود عندك على الكمبيوتر وعاوز تدخله في المحاكي، من هنا تقدر إنك تدخل التطبيق على المحاكي وتقدر تستخدمه عادي من غير أي مشاكل.
الميزة رقم 6 معانا إنك تقدر تاخد سكرين شوت للمحاكي. لو أنت ملاحظ هتلاقي شاشة بتاخد سكرين. هنا بتلاقي السكرين أو الفيديوهات اللي أنت سجلتها تبع المحاكي، بتلاقيها هنا دي على الفولدر ده. طيب هنا لو أنت عايز تصغر حجم المحاكي بتاعك تقدر إنك تصغره من هنا. لو أنت عايز ترجعه تاني زي ما كان تضغط على الثلاث نقط اللي جنب بعضهم هنا، تيجي دايس على نفس العلامة اللي أنت دوست عليها هتلاقيه رجع لك المحاكي زي ما كان. وبكده نكون خلصنا شرح النهاردة. لو عجبك الفيديو بتاع النهاردة ما تنساش تشترك في القناة وتفعل الجرس وتدوس على اللايك عشان يوصلك إشعار أول ما ننزل فيديو جديد. أشوفكم في فيديو جديد، سلام.